الجن اللي عايش في المقابر وبيخطف الأطفال. في يوم من الأيام كان في قرية صغيرة على أطراف المدينة، وكان أهلها عايشين في هدوء. ما كانوش يعرفوا عن الحاجات الغريبة اللي بتحصل تحت الأرض. القرية دي كانت مبنية جنب مقابر قديمة. المقابر دي كانت مهجورة من زمان، مفيش حد بيقرب ليها غير الغرباء أو اللي بيحاولوا يهربوا من حياتهم. في يوم من الأيام اختفى طفل صغير من القرية، كان اسمه محمود. ولما بدأوا يدوروا عليه الناس بدأوا يحسوا إن في حاجة غريبة بتحصل. لكن الموضوع ما كانش عادي، لأن محمود مش أول طفل يختفي. في البداية كانوا بيفكروا إن الأطفال دول يمكن هربوا بسبب مشاكل مع أهاليهم، لكن بعد اختفاء تاني وتالت بدأوا يشكوا في حاجة تانية. الكلام بدأ ينتشر في القرية عن الجن اللي عايشين في المقابر، واللي بيخطفوا الأطفال عشان يعيشوا في الأماكن المظلمة. كان في شيخ كبير في السن اسمه الشيخ رمضان، كان دايما بيحذر الناس من المقابر دي، وكان دايما يقول إن الجن ليهم قوانينهم الخاصة، وإن اللي بيقرب من المقابر في وقت معين بيكون عرضة للضياع. في يوم من الأيام قررت مجموعة من شباب القرية يروحوا يكتشفوا المقابر دي. قالوا إنهم مش هيخافوا من أي حاجة، وقرروا إنهم يروحوا في نص الليل علشان يشوفوا إذا كان في حاجة فعلا ولا دي مجرد خرافات. وصلوا عند المقابر وبدأوا يدوروا حواليها، وكان الظلام موحش والهواء كان بارد جدا، وفي الجو كان فيه حاجة غريبة زي ريحة الأرض القديمة. كانوا سامعين أصوات خفيفة زي الهمسات جاية من المقابر، لكن لما كانوا يروحوا عشان يشوفوا منين الأصوات دي مفيش حاجة كانت بتظهر. وفجأة واحدة من البنات اللي كانت معاهم اسمها سارة سمعت صوت ضعيف زي طفل بيعيط من داخل المقبرة. بدأت تجري ناحية الصوت من غير ما تفكر، وأول ما دخلت جوه كان المكان مظلم جدا ومفيش نور غير ضوء القمر اللي بينزل من فوق. بدأت تفتش في المقبرة ولقت حفرة صغيرة، ولما قربت منها شافت حاجة غريبة. كان في طفل صغير بيمد إيده ليها من تحت الأرض، وكان شكله مش طبيعي. عيون الطفل كانت سودة زي الحفرة، وشعره كان طويل ومربوط زي ما يكون مربوط بحبل. سارة اتجمدت في مكانها، قلبها كان بيدق بسرعة، وبدون ما تفكر مسكت الطفل وبدأت تسحبه. لكن لما سحبته ابتدت الحفرة تفتح أكتر وخرج منها دخان أسود كثيف. بعد لحظات طلع منها كائن ضخم مش قادر يحدده. وجهه كان مخيف وإيده طويلة، وعيونه كانت مش زي عيون البشر. الكائن ده بص لسارة وقال بصوت متسلسل: انتي خلطتي بيننا وبين البشر، دلوقتي هتدفعوا الثمن. سارة حاولت تجرى، لكن الأرض تحت رجليها بدأت تنهار. في اللحظة دي الشباب اللي كانوا معاه بدأوا يسمعوا صوت صراخها، فركضوا بسرعة ناحية المقبرة. لكن لما وصلوا كانوا لاقين المقبرة زي ما هي، والطفل كان اختفى. سارة كانت في حالة من الهلوسة، وكانت بتصرخ بشكل غير طبيعي، وكل ما كانت تقول عن اللي شافته محدش كان بيصدقها، لأن مفيش حد شافه غيرها. من اليوم ده كل الأطفال اللي اختفوا من القرية كانوا في المقابر. ومع مرور الوقت بدأ أهل القرية يحاولوا يتجنبوا الاقتراب من المكان، بس اللي اختفى مرجعش، واللي شاف الجن كانوا بيختفوا تدريجيا. الشيخ رمضان قال في آخر حياته: الجن اللي عايش في المقابر مش بيحب البشر، ومن دخل عالمه ما بيرجعش تاني. لو كنتوا عايشين في أمان خلوا بالكم من المقابر، لأنها مش مجرد مكان للراحة، دي عالم تاني عايش فيه الجن. ومهما حاولوا يحلوا اللغز مفيش حد لاقى جواب أكتر من إنه الجن دايما هيفضل في الظلام يخطف كل اللي يجرب منه. وانتهت القصة.